برج الثور. برج الثور بدي اقول له هي السنه كثير صعبه. في كل سنه بنسال ناجي وعصام ثور. سنه الانتفاضه نحو التجدد. الرئيس بري بفتكر برج الثور. انتفاضه وتجدد. انتفاضه نحو تجدد. اوكي. بس سنه مفصليه كثير بحياته، في تغييرات كثير مهمه للثور السنه. اول شهرين صعبين كثير على الثور لانه ايرانيوس ومارس رح يكونوا ببرجه، اذا رح يكونوا معكسين كوكبين. اكثر شيء ببلش بنص شهر كانون الثاني. في تحرر من عوائق ماضيه وارتباطات ما عادت بقى بتنفع بحياته، يعني في فك نعم. يعني الثور اللي عنده علاقه مش منيحه بيطلق السنه، بيفك في طلاق في السنه عنده فك ارتباط كثير مهم. بعدين احسن فتره عنده الثور بتكون بين ايار، نص ايار 29 تموز، هيدي فتره مهمه لبعض اوكي من ايار وتموز. بدي لك شغله هلا مصلى بتقولي السنه الثور بيهاجر. ايه يعني شيء منيح الهجره السنه بلبنان. يترك ايه بياخذ بصير يقبض دولار فريش اكيد بيبعت لبي امه هون. في قصه حب طويله كمان بحياته. واو. ممكن تكون اذا كان يعني طبعا خالي القلب، مش اذا كان انت عم تطلع بعصام قاطع الامل من ناجي يعني. في تجربه عائليه كثير مهمه تتعلق بمصير بيتخذوا او احد الابناء او احد الوالدين حسب العمر يعني. رح يكون في شيء كثير مهم بحياته العائليه يمكن يعمل خضه شوي. هلا الثور رح اقول لك الاربع ابراج اللي السنه عليهم تغيير مصير او عليهم اذا بدك تعقيدات يمكن يشوفوها بهالسنه. هن الثور، الاسد. ايه ما بدي اقول لك انا بس لا الاسد اقل واحد، الحمد لله. العقرب ومنيح بيناتهم هو الدلو. بس هو الاربع ابراج اللي بشكلوا مربع بين بعضهم، احذر مين ومين ومين يعني. مين تنشوف ثور يعني الرئيس نبيه بري. الاسد يعني جنبلاط. العقرب يعني جعجع. الدلو يعني عون، رئيس عون. هول بحياتهم في تغييرات مصيريه يا للأسوأ يا للأحسن. وفي صراعات بحياتهم. وفي تغيير، في انقلاب الى مكان جديد. هول الاربعه موجودين، الاربعه هن حاكمين عنا او هن يلي ماسكين. بتشوفي مثلا الجنرال عون بال 2021 معقول هذا الشيء اللي انت عم تحكي عنه يؤدي لعدم انه يكمل ولايته؟ لا، لانه عنده السنه بالعكس. الدلو بالاجمال، ما عم بحكي عن حدا معين، بس الدلو عنده سنه خروج من النفق الى الضوء، يعني رح تكون واضح السنه التصرف والقرار، رح يكون كثير واضح بسنه 2021.